ورجعنا لكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي والجوله ال 22. الجوله اللي فاتت شفنا هزيمه ليفربول على ايد مانشستر سيتي وضياع حلم الفوز بالدوري بلا اي هزيمه، والفريق نزل لاربع نقط، وده في حد ذاته هيحفز فرقه مانشستر سيتي بشكل كبير ان هي ترجع وتأدي وتلاقي لعيبه مانشستر سيتي فورماتها بتتحسن زي سانيه وستيرلينج. الجولة الجاية فيها مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، فخلي بالك بقى يعني المباراة دي ما فيهاش غالبا كلين شيت. يعني انت لو عندك حد من دفاع توتنهام اركنه، ولو عندك حد من دفاع اليونايتد برضه اركنه، لان المباراة هتبقى صعبة. المباراة هيبقى فيها اهداف، الفريقين هيسجلوا مفيش كلام، وغالبا ممكن يكون هاري كين او حد تاني. ممكن خلي بالك برضو سون هيسافر بعد الجولة دي، يعني بعد مباراة مانشستر يونايتد سون مش هيبقى موجود في اللعبة. فانت غالبا لو انت ما عندكش سون ما تشتريهوش. الناس اللي قاعدة تشتري في سون، يا عم انت هتشتريه على ماتش مانشستر يونايتد وترجع الاسبوع اللي بعده تبيعه، فملهاش لازمة. لو عندك سيبه وبيعوا الجوله الجايه ماشي مش مهم، بس خلي بالك بيعوا بسرعه عشان هتلاقي فجاه سعره بينزل، لان سون تقريبا هيقعد 3 أو 4 اسابيع مش موجود في الفانتسي. وطبعا مدربين الفانتسي لاعب بالسعر ده مثلا ب 8 ونص 8 و6 مليون، لا هيعوزوا طبعا يبيعوه، مثلا يشتروا بوجبا، يزودوا على فلوس يشتروا سانيه. ركز كده عشان ما تخسرش فلوس في الموضوع ده. الجولة اللي فاتت قلنا لكم نصايح كتيرة جدا وناس كتير نفعت، زي إريكسن والثنائي الدفاعي ديفيد لويز ولوك شو، والهجوم طبعا اتكلمنا على ارناتوفيتش ان هو راجع، راجل حط جولين ونزل في الكاس، جاب جول في الدقيقة الثانية وخرج قبل الدقيقة 20. فيعني حظ سيء بقى للناس اللي راحت جابت بقى تشتري ارناتوفيتش. عشان كده احنا دايما بنقول لكم استنوا شويه، لو في كاس او تشامبيونز ليج او حاجه مش مشكله البوينت 1 الزياده اللي انت هتتكلفهم في سعره، قد ما انك انت على الاقل التبديل مش هيروح عليك. خلينا بقى نشوف الجوله الجايه واللي هيحصل. وعندنا النهارده يعني اوبشنز كلها رخيصه او حتى اغلى حد، يعني يمكن بتسعة و3 مليون، مش سعر غالي ابدا. بس قبل ما نبتدي طبعا ما تنساش تعمل لايك للحلقه وتشترك في القناه عشان يوصل لك فيديوهاتنا الجايه، وتعمل جوين للليج بتاعنا. هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، او ممكن تاخده كوبي بيست من الديسكربشن تحت. نبتدي بقى في حراسة المرمى، واول واحد معانا هو اثريدج. كنا اتكلمنا عليه فترة طويلة قوي في اول الموسم، واتكلمنا قد ايه كارديف سيتي من الفرق اللي بتحافظ على كلين شيت، ومنها لعيبة رخيصة ممكن تفكر في الدفاع او في حراسة المرمى. عندك اثريدج ب 4 و6 مليون رخيص، عندهم ماتش جاي مع هادرسفيلد والمباراة هوم، وفرصة طبعا فرقة كارديف سيتي ان هي تطلع بكلين شيت حلوة، غير ان اثريدج تاني اعلى حارس جايب نقط، ودي حاجه يمكن الناس مش واخده بالها منها قوي. 89 نقطة توتال هو بعد أليسون مباشرة، وعندهم 4 ماتشات جاية من الخمسة ماتشات سهلة، ووارد قوي ان هو يجيب كلين شيت في الفترة دي. خط الدفاع وبداية لو اقول لك لاعب زي بيريرا 5 و3 مليون، واللاعب ده متسجل دفاع في اللعبة وهو مركزه الأساسي في الملعب وينجر، يعني بيروح على الجون بيعمل اسيستات، عنده هدف واسيست في اخر 3 ماتشات لعبهم. والمباراه الجايه مباراه سهله جدا وفي المتناول، وهوم ضد ساوثهامبتون، ووارد سواء ان هو ينفعك بالكلين شيت او يساهم بجول او باسيست. تاني واحد هو الكسندر ارنولد هو الاوبشن الرخيص من دفاع ليفربول اللي غالبا هيلعب 5 و2 مليون. طبعا التركيز دلوقتي هيبقى زي ما قلنا في الدوري، هيشارك الراجل، مفيش حد في قلب الدفاع غير فان دايك دلوقتي بعد طبعا رجوع لوفري للاصابه تاني، فغالبا ارنولد هيبقى موجود وهيشارك في المباريات. لو انت ما عندكش حد من دفاع ليفربول، اوبشن حلو ورخيص ب5 و2، وهو باك يمين وبيعمل فرص دايما، ممكن تلاقيه حاضر بالاسيستات، بيلعب الضربات الثابته ساعات، وهتلاقي ان هو بيجيب لك نقط بره الكلين شيت. بالنسبه بقى لخط النص، وبدايه براين سيسينيون 6 مليون. اللاعب ده برضه خط نص وبيلعب وينجر، قريب من الجون، عنده اسيستين وجول في اخر 3 ماتشات لعبها، والمباراه الجايه ضد بيرلي من الفرق اللي بتقبل اهداف كبيره جدا وكتيره جدا، فممكن تجيب لاعب زي راين سيسينيون ينفعك الجوله الجايه. وانا بشكل كبير براهن على لاعب زي ده ان هو بادجت بلاير ب 6 مليون،
ومتواجد، يعني على طول تلاقيه بيهاجم، بيعمل فرص، بيجيب اجوال. تاني واحد هو سيجرسون وفورمة ايفرتون الضعيفة اليومين دول، يعني بعد مباراة 5-1 زي ما تقولوا هم جابوا الجوال كلها في المباراة دي، والمباراتين اللي فاتوا بدون اي هدف وتلقوا هدف واحد في كل مباراة. فاللي كان مراهن على حد في ايفرتون لبسوا، لا كلين شيت جابوا ولا اهداف. بس اظن سيجرتسون المباراة الجاية ضد بورنموث، وبورنموث من الفرق اللي بتبقى بحري، دفاع بحري. شفناهم طبعا شالوا 4 من ليفربول وهاتريك ابو صلاح، يعني كانت مباريات عنيفة جدا على بورنموث وشالوا اهداف كتير. فممكن تجيب لاعب زي سيجرسون. برضه لو عندك ريتشاردسون سيبه، بس انا مراهن شويه على سيجرسون الجوله الجايه. بالنسبه بقى لخط الهجوم، واول واحد هو فاردي كان الاوبشن بتاعي الجوله اللي فاتت، قررت ان انا اشتريه. الراجل ما خيبش ظني وجاب هدف الفوز. وفاردي من المهاجمين اللي لما بيجيبوا اهداف بياخدوا البونص، بياخدوا على الاقل نقطتين بونص. المره اللي فاتت جاب 8 نقط، جاب هدف، وفورمه ليستر حلوه. غير ان صحيح المباراه جاب مع ساوثهامبتون، خلي بالك دفاعهم وحش قوي. وخلي بالك برضو فاردي من اللعيبه اللي بتأدي ضد الفرق الكبيره، وده اللي هنشوفه مع ليستر. يعني المباراه الجايه لا اللي بعدها هتلاقي بقى 3 ماتشات كده من العيار التقيل لفرقه ليستر سيتي. ففاردي ما تخافش، ما تبيعوش، هو بيعرف يخطف اجوال ضد الفرق الكبيره. فسيبه ويلا ورزقه على الله. اخر واحد معانا في حلقه النهارده هو روبرتو فيرمينو بسعر 9.2 مليون. سعره خلي بالك غالي، كان ب 9.1 بقى 9.2. الناس بدأت ترجع تشتريه، شايفه ان فورمته بتتحسن. عنده 4 اهداف في اخر ماتشين، والماتشين دول كانوا ضد مانشستر سيتي وارسنال. يعني لا الراجل باين ان هو فايق. والمباراه الجايه ضد برايتون البيون، واظن روبرتو فيرمينو هيبقى عنده فرصه حلوه ان هو يسجل. لو عندك صلاح ما تجيبش روبرتو فيرمينو. يعني برضو ماتشاتهم الجايه حلوه، 5 ماتشات حلوه زي ما اتكلمنا. بالنسبه بقى لخيارات الكابتنه الجوله الجايه، وكابتن صلاح ضد برايتون، ممكن كمان تكابتن ستيرلينج المباراه الجايه. برضو مانشستر سيتي عندهم ماتش حلو، وشايفين ستيرلينج قريب من الجول، بيعمل اسيستات، اخر ماتشين جايب اسيستين. ففكر ممكن لو عندك ستيرلينج تكابتنه لو انت يعني ما بعتوش. تالت واحد وهو الاوبشن الريسكي معانا هو جيمي فاردي ساوثهامبتون، اتكلمنا عليه في الحلقه. وارد قوي ان فاردي يعمل شغل عالي المباراه الجايه، وممكن تفكر في الريسك ده وتفرق عن صحابك في انك تكابتن جيمي فاردي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده ويلا فانتسي والجوله ال 22. الناس اللي مكمله في الكاس اتفرجوا على فرقكم والفرق اللي ضدكم، وفكر كويس قوي تعمل تبديل. انا الحمد لله مكمل في الكاس اهو. الجوله الجايه هلاعب واحد يعني ربنا يستر عليا منه، عنده كين كابتن وصلاح وهازارد. الثلاثه صعبين قوي. انا عندي صلاح طبعا الحمد لله، بس دايما بلاعب حد عنده هازارد وبيفضل يقلقني في مباراه تشيلسي. فيعني ربنا يستر وادعوا لي معاكم كده ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه متاهلين. والناس اللي فاضله تقريبا 3.5% بس من اللي تاهلوا في الكاس. واتمنى لكم التوفيق زي ما قلنا، جوله بجوله جوله بجوله، وان شاء الله تكسب الكاس. مين عارف؟ لو عندك اي استفسار عن اللعبه سيب لي تحت في الكومنتس، هرد عليك ان شاء الله بسرعه. سامحني لو في كومنتات بتهرب مني او كده. الفاينل برضو شادت حلو معانا شويه. بس ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه والجوله ال 23 وسلام.